استفزاز الناس، العبث في مسألة المواطنة، العبث في مسألة الانتماء. البعض يقول لك وين العبث؟ أنا باخذ وجهة النظر الأخرى وياك أنور، يعني أنت يعني أيضا أبعرف رأيك يعني في هذه المسألة، وأنت أمس كان لك يعني قبقتك وتحدثت في هذا الموضوع بشكل كبير. رأيك في موضوع الجنسية وموضوع الخط الساخن اللي أثير في موضوع المزورين وموضوع ازدواجية الجنسية. أخوي أحمد، اليوم لما تتكلم عن الهوية الوطنية لازم تخرج الحكومة في برنامج عملها وتعرف شنو يعني هوية وطنية. احنا مو فاهمين شنو يعني هوية وطنية، اللي هي الجنسية. شنو يعني جنسية؟ شنو يعني التزوير مرفوض في كل قطاعات الدولة. زين، من البلدية ليش انور زعلان؟ يقولون مو زعلانين على التزوير ولا زعلانين على الزواج، ولا اقبل على بلدي انسان ياكل عندي وياكل برا، ما اقبل، ولا من مروة العرب ولا من مواطنتنا اصلا ولا من دساتيرنا وشيمنا ان اقبل انسان ياكل هني وياكل هني، ما نقبل الشيء هذا. ولكن شلون نجي نحل الازمه؟ عندك ازمه وفي كل دول العالم لما يصير في ازمه تهدد الامن الاجتماعي والسلم الاهلي يتم علاجها بطريقه ذكيه انسانيه حكيمه، مو بطريقه التهييج الناس. بكره بعد بيان وزاره الداخليه لما تروح الناس تخبر على بعضها وتعلم على بعضها، شنو انعكاسه على الامن الاجتماعي غير التقسيم والتفتيت والاضطراب الاجتماعي وكثره الجرائم؟ ليش ما في حكمه وحصافه؟ ليش مثلا انا اقول لك بدات الاسره تفقد رصيدها عند الناس وعند المجتمع الكويتي؟ بس يقول لك هذا المعالج بيجيك هذا المعالجه. نعم. ما نختلف ولا اقبل على بلدي وبين مواطنيني يعيش معي مزور او مزدوج. نعم. ولكن حلها يكون حل مؤسساتي وطني. اصلا احنا حتى في مساله الابلاغ، تحط لي تليفون وبلغ عن شراء اصوات، بلغ عن مدري مزور. بس البعض شنو دورك كدوله؟ لا بس شنو دورك كمؤسسه؟ بس البعض يقول، وانا انقل وجهه النظر الاخرى لك انور، البعض يقول يعني ليش يعني زعلان ان كان المرشحين او من ينتقد قرار وزاره الداخليه في هذه المساله حاله حال، البعض يقول حاله حال ابلاغ عن تاجر مخدرات او عن شراء اصوات او عن اي جريمه موجوده، وهي بالنهايه يعني ابلاغ عن امر خطأ مخالف للقانون. وين المشكلة؟ هذه فكرة استوردتها المؤسسة الأمنية من المؤسسة الأمنية المصرية آنذاك. كل مواطن خفير، لا مو صحيح كل مواطن خفير، ولا شغلة المواطن يروح يبلغ ويبلس ويشتغل مكان الدولة. الدولة عندها رجاجيل وعندها موظفين وعندها نساء وعندها رجال وعندها مؤسسات وعندها طاقم بشري هائل. نعم. انها تبحث عن الجريمة. مو دور المواطن يشتغل مخبر، ولا دور المواطن يشتغل بلاس، ولا دور المواطن يشتغل يروح يفتش لك من الصح ومن الغلط. مو دورك، دور الدولة، الحكومة. الدولة بمفهوم الفرنسي اللي أتى من بعد المفهوم المصري والمفهوم الكويتي في دساتير الدولة هي تحتكر العنف، تحتكر القوة. بس يعني مثل اليوم أنت تشوف تاجر مخدرات مثلا يعني موجود، يعني ما بلغ عنه، أقول والله هذا دور الدولة كمثال، هذه وجهة النظر الأخرى. تاجر المخدرات شلون تبلغ عليه؟ شلون تبلغ عليه؟ بلغ عليه في الجرم المشهور. ماكو مشكلة. أنت تبجيك حالة عرضية قدامك صارت جريمة، مرة طايحة بالشارع مريضة، سيارة ماكو مشكلة. هذا من عمل إنساني تقوم فيه أصلا. فهمت؟ أنا أتكلم إنك توظف المواطنين، انه روح امسك ورقه وقلم وروح سجل. زين بكره صارت بين الناس ابتزازات، جيتك انا ابتزيتك، عطني فلوس ولا اروح ابلغ عليك. وين تلقى الحل؟ وين تلقى الحل والاليه في هذه المسألة؟ بالضمانات الدستوريه المؤسسات. احمد اللي هي احمد اللي يحفظ الانسان من نفسه. شنو انت اليوم تجيك لحظات غضب ولحظات انفعال لما تكون بيدك سلطه، منو يحميك انك ما تستخدم السلطه في اتجاه سيء؟ هي المؤسسات. صحيح. الضمانة الرئيسية للكويتيين بعد دستور 62 وبعد الله عز وجل هي المؤسسات. شنو المانع؟ حول كل مزور وكل مزدوج إلى المحكمة، ولما تثبت لك المحكمة، أنا بقول خليني أكمل لك. اتفضل. لما تثبت لك المحكمة أنه مزور، علقه من رجله وحاسبه وخذ كل حقك منه، ما نختلف. لما ياخذ لكن أنت خلافك لا تجعل المواطن وهو من ابتزاز. تعتبر هذا الامر ابتزاز؟ لا تجعل المواطنه في الكويت خاضعه لضابط امن ما يقدر الاعتبار.